عايز بقى اتكلم في قصه جميله قوي، هي اكسبيرينس عايز احكيها الصراحه، والمورال بتاعها يعني ممكن ما يبقاش معمم على كل الناس، الحوار يخص الشباب اكتر. انا كنت اتولدت وعشت وتربيت في مصر لحد 2016. رحنا دبي، عشت بقى في دبي والامارات لحد 2020. انا مواليد 2002، ف 2016 بقى انا كان تقريبا عندي 14 سنه. فكنت انا بقى في الايه في الحقبه او في الزمن او ايه اللي انا بقول ده، او كنت انا في السن اللي هو ايه، انت ما عندكش شخصيه، او لو عندك شخصيه انت مصطنعها تقريبا، او ايه بتحاول تقلد شخص انت بتعزه جدا. انا اول ما جيت دبي، ايه اللي بقى كان طالع عليا مود بقى، طب ومود كان واخدني ايه سنوات بالنسبه بقى لحوار البرودكتيفيتي، ان انا كنت عايز اخش فيه، ان انا عايز ابقى برودكتيف بيزد اون nothing، يعني الكلام مش مبني على حاجه. انا كنت عايز ابقى برودكتيف من هدف ان انا برودكتيف وخلاص. فانا مش عارف انا عايز ابقى برودكتيف في ايه يعني. طب ما تركز في دراستك يعني انت تركز في المدرسه، طب والعب وانت تلاقي الدنيا حلوه، يعني هتلاقي اللايف فيها بالانس، اللايف هتلاقي فيها بالانس. شوف الانجليزي، ساعات الواحد بيمر بفتره كده ان هو ايه، تعال نتفرج على اليوتيوب على فلوجرز، بيبقى فيه نوع من انواع الانسبيريشن، بيبقى فيه نوع من انواع التحفيز والحماسه والالهام. انا بقى ايه جاي عليا ان انا ايه اتفرج على فلوجرز، كيسي نايستات، بيتر ماككينون، الفلوجرز اللي كانوا في مصر، اول كام حبه فلوجرز كده في مصر. الموضوع بقى كان لطيف. كنت بقى اتفرج بقى على ناس تانية اللي هو ايه، انت ما تعرفلوش حاجه، انت هو راجل ايه بابز تمام، وهو راجل بي برودكتيفيتي من بقه، يعني الموضوع حالته كرب، يعني انت ناجح بزياده، انت ناجح بطريقه حاجه عاده بقى الشخص ده يكون عامل لك فيديو، انت ازاي عايش كده، انت المفروض تاخد وقفه مع نفسك، انت شخصيه فاشله، انت هتكمل كده هتفشل، انت هشرفك انا ماشي ازاي. فهو ايه فيديوهات كده يخش يديلك كلمتين يعني يخلوك ايه ده، ويلعب في دماغك بقى. هو كلام مش هقول لك مش وحش، بيعمل لك موتيفيشن، والموتيفيشن ده في الاخر هيبقى ايه يعني، هيديلك مثلا دفعه انك تروح تمشي لك ولا تجري، وبعد ما تجري وتخلص مشيتك، انا ايه نظامي بقى دلوقتي، ما عنديش موتيفيشن ان انا اكمل الجري والمشي. فهي ايه شويه موتيفيشن فيديوز كده على حبه حبشتكنات بتاعت فلوجز. عندي شعله موتيفيشن كده جت فجاه، ما تعرفش يعني الموتيفيشن ده جاي لي من هدف معين، هل انا عايز ابقى حاجه زي كده، فانا عندي موتيفيشن ناحيه الهدف ده، فالهدف ده بيديني موتيفيشن مثلا. لا، الموتيفيشن ده كله جاي لي منين؟ جاي لي من فلوجز. فالفتره دي انا ما كنتش عارف اميز، كنت متقل قوي على نفسي الصراحه في ان انا ادي لنفسي حته، لو انت لازم تعمل تو دو ليست، والتو دو ليست دي تجيب ورقه وقلم وتعمل تاسكات، تكتب التاسك اللي انت عايز تعملها النهارده. فمثلا سي اول تاسك ميك يور بيد، يعني ايه اروق السرير، وتالت بقى تاسك مثلا روح الجيم، رابع تاسك خلص الهوم ورك اللي عليك، خامس تاسك روح مش عارف ايه. الكلام ده ممكن كله يبان ان هو حلو، كنت متقل على نفسي قوي وموتر نفسي، وانا ما كنتش مضطر ان انا اعمل حاجات زي كده، ان انا اتقل على نفسي بتاسكات كتير جدا، واعمل تاسكات ملهاش اي لازمه، واغصب نفسي ان انا اصحى الساعه 9 الصبح، 6 الصبح اسف، اغصب نفسي ان انا اصحى 6 الصبح، وقبل كده كمان يوم جمعه. يعني انا عايز اقول لك ان هو يوم جمعه، انت يعني اللي هو ايه عارف زهقان من العيشه واللي عايشينها، لما تصحى 6 الصبح عشان تروح المدرسه، انت بتعمل كده مع نفسك يوم الجمعه يعني. انت الموضوع كان عندي ضرب خالص، واصحى الساعه 6 وروح الجيم الساعه 7، يعني فاهم، تخيل انت عايز الكلام ده من غير اكل، يعني انت اهم حاجه ما تفطرش عشان تحرق. انا كنت بعمل في نفسي حاجات يعني عقوبه، فاهم، انا كنت بعمل عقوبه عشان ايه اظبط نفسي، ده لو حد شافني يعني ده في حاجه غلط، ده يعني ده واحد فيها غلط. لا كنت برضو بعمل حاجات يعني مستحيله، يعني كنت بحط لنفسي تاسك معينه، مثلا مع مثلا تلاقي مثلا يقول لك ايه خلص الهوم ورك بتاعك، والتاسك اللي بعديها بيقول لك بي برودكتيف، يعني خليك منتج. طب انا اعملها ازاي دي يعني طب قول لي ازاي، فاهم. فالموضوع كان بالنسبه لي في توتر، وكنت بلزم نفسي لو انا ما عملتش حاجه زي كده ان انا هبقى زعلان قوي، وازعل جامد، يعني اللي هو ايه تنام من العياط، يعني مش تنام ضميرك بيأنبك، لا الموضوع موضوع صعب. فلو مثلا لو فشلت في حاجه صغننه خالص، اقول لنفسي ان انا فشلت في حاجه، كل حاجه انت لازم تخلص كل التاسكات. طب ليه اخلصها كلها؟ الكلام ده ما كانش لسه بيجي لي بقى ايه الا من كام شهر. ليه انا عايز ابقى سكسسفول، وانا ليه كان جاي لي حته ان انا عايز ابقى سكسسفول وعايز ابقى برودكتيف، يعني مش مثلا جاي لي مود كده ان انا عايز ابقى برودكتيف، لا الحوار خدني سنتين كده، اللي هو ده طالعين طالعه يعني الموضوع صعب. يعني كنت بتقل على نفسي قوي، واقعد اقول ايه ميك فيديو ومنتج الفيديو، ولما تمنتج الفيديو ارفعه النهارده، كل ده بالليل، كل ده يبتدي الكلام ده بالليل. والميكا فيديو دي انت تروح مثلا روح المول، روح مول الامارات ولا مول دبي، مول اكبر مول في العالم. بقى انا كنت موتر نفسي جدا، الموضوع كان توتر، انت ليه عامل في نفسك كده؟ انا بقى مثلا ما كنتش مثلا طفل متعدد المواهب ومتعدد الاشغال، وكنت واحد بقى ايه عندي تمرين الكاراتيه، في تمرين الجودو، في تمرين السباحه، بعد ما تخلص الكلام ده كله تروح تذاكر، وعندك تروح تعمل مش عارف ايه. ليه يا حبيبي انا كل الكلام ده، انا لسه صغير، انا في تانية اعدادي في طفل مصري في تانية اعدادي يبقى عنده حته برودكتيفيتي؟ فالموضوع حرفيا خلاني افكر اللي هو انا ليه كنت عامل في نفسي كده. الاغرب بقى ان الحوار ده جالي مثلا من كام اسبوع
اسبوع، حته انت لازم تبقى ترجع تبقى برودكتيف ومش عارف ايه. والحوار جه كله بقى من ايه؟ ان انا طلع لي فيديوهات برودكتيفيتي على النت بيقول لك ازاي تنظم وقتك والكلام ده كله. شكل الفيديو اصلا من بره جامد فشخ، يعني ازاي تنظم وقتك، والراجل بقى محدد دقنه واقف لك وقفه حلوه وحركات وحاطط لك بقى فونت وكلام يشدك. انا مش مثلا بنفي ان في حاجه اسمها برودكتيفيتي والكلام ده كله، انا بس بقول لك على الاكسبيرينس بتاعتي مع الحوار وازاي ما تقعش فيها. تمام؟ عشان بقول لك ان انا وقعت فيها تاني، ان انت بقى ايه، انا زهقان ومش عارف ايه، او مش عارف اعمل فيديوهات، او نفسي اقوم اذاكر بس مش عايز اذاكر، فهتقوم تعمل الحركات دي كلها وبرودكتيفيتي ومش برودكتيفيتي، وتحمل نفسك فوق طاقتك وتعمل تاسكات انت مش عايز تعملها، وتعمل حاجات تحت عنوان البرودكتيفيتي. انت عندك طموح ان انت تبقى سكسسفول وعايز تبقى برودكتيف، ماشي. انت عندك عايز تعمل حاجه زي كده من جواك، لو عايز تعمل حاجه زي كده ماشي يا عم، روح تابع الناس دي هتفيدك 100%. انا لاحظت مؤخرا ان انا مش الشخصيه اللي هو ايه، ابقى فرحان لو انا عملت تو دو ليست، وابقى فرحان لو انا كنت برودكتيف النهارده، او ابقى فرحان لو انا عملت ايه. انا ابقى فرحان لو عملت فيديو النهارده، مع ان الموضوع يعني ايه ايرونيك شويه، بس اللي هو ايه يعني مش عارف، مش ايرونيك، مش عارف والله، بس انا بعمل فيديو كل كام سنه، بس ابقى فرحان لو انا عملت فيديو، ابقى فرحان لو انا اتعلمت حاجه جديده، او ابقى فرحان لو انا خلصت حبه حلوين من المذاكره، حبه حلوين، ابقى فرحان لو انا رجعت من الجيم، ابقى فرحان لو انا رجعت من تمشيه او جري مثلا محترم. حاجات زي كده تفرح فعلا، تخليني مبسوط وراضي. حاجات زي كده بالنسبه لي فعلا ماشي في الطريق الصح. مش هقول لك ماشي مثلا، مش هقول لك مثلا ان انا بحشش يعني، فده تخليني يعني اصلا انا بقول لك ممكن ابقى بحشش وابقى فرحان عادي. ما ينفعش من شعله حماسه ملهاش اي معنى حرفيا، هي ممكن تخليك تقوم تعمل حاجه، هتخليك تقوم تعمل حاجه، لكن شعله الحماسه دي في الاخر هتخليك تعمل ايه؟ انا اقوم اعمل لي فيديو، ماشي يا عم هعمل لي فيديو، فين الفيديو اللي بعديه بقى؟ وانت كل ما هتبقى عايز تعمل فيديو هتروح تتفرج على الراجل اللي بيديك قلمين ويقول لك انت راجل لوزر وهتبقى سكسسفول لما تعمل كذا كذا كذا، وانت لازم تقف مع نفسك وقفه وتدي لنفسك قلمين. يا عم انت هتصلي على النبي يا عم. انا كنت عايز ابتدي القراءه، وعايز ابتدي الجيم والجري والمشي والاكل الصحي والدايت والخسسان والفيديوهات والكتابه، ان انا اكتب كمان مقالات واكتب، والمذاكره وانتظام في المذاكره، كل ده عايز ابتدي فيه وابقى صارم وابقى قوي جدا وابقى عندي انضباط في كل حاجه من الحاجات دي كلها في يوم واحد. يعني ابتدي الكلام ده كله في يوم واحد، واتوقع من نفسي ان انا اكمل. حسين ده مثلا واحد اسمه حسين، بيعمل كل حاجه رياضيا، مهتم بنفسه جدا، ثقافيا مثقف نفسه، مثلا على السوشيال ميديا هو كويس، فيجر كويس، بابليك فيجر كويس، بيعمل محتوى بطريقه كونسيستنت. انت عايز تبقى زيه اكيد طبعا، عشان مظبط كل حاجه ومبين ومزوق الكلام ده كويس جدا على شكل فلوج، على شكل بوست، مخليك مشدود ليه. هل شخص زي كده لما تشوفه ممكن يديلك الهام وموتيفيشن؟ اكيد طبعا. هو ممكن يكون الشخص اللي يخليك تبتدي تبقى شخص كويس؟ اكيد تمام اكيد، بس هو هيبقى البدايه، مش هيبقى يخليك، هو مش السبب، هو مش السبب اللي يخليك تقوم تعمل كده، هو البدايه مجرب من عنده ومن عندك برضو. فمثلا لما انا شفت حسين ده اعجبت قوي بالصراحه، الواد ده حياته فشيخه جدا. اعمل ايه بقى؟ اروح اشوف ازاي اخلي حياتي فشيخ، ازاي اتغير للاحسن، ازاي ابقى سكسسفول، وهكذا. انا بقى كنت عايز اخلي كل العادات الحلوه والعادات بتاعت الصحيه مثلا، وان انا مثلا اخلي الاكسرسايزز بتاعتي على مدار يومي، واقرا بقى ايه 80,000 صفحه واخلص لي 7 كتب، واقوم بقى اكتب لي مقال وجورنان وادي ومش عارف واعمل وحركات، واخلص فيديو ومش هخلص فيديو والكلام ده كله. ماشي، انت عايز تعمل كل الكلام ده وعايز تعمل كل العادات دي، انت هتعملها علشان مجرد انت بتعملها، ولا انت هتعملها علشان انت عايز تبقى سكسسفول؟ لما تيجي تبتدي في حاجه ابتدي فيها، اهتم فيها، ركز في الحاجه اللي انت عايز تركز فيها. تمام؟ مفيش حد بيبقى عايز يبقى مهندس ودكتور في نفس الوقت، مفيش حد عايز يبقى مثلا يخش الجامعه ويذاكر كويس ويقرا ويهتم بالرياضه ويعمل فيديوهات في نفس الوقت. كل حاجه وليها وقتها، في وقت ما هتلاقي الدنيا كلها ظبطت وهتلاقي يومك كله مظبوط. دي حاجه انت مش هتهتم بيها في الاخر، بس دايما هتقعد تهتم بانك تبقى احسن. انت مش هتيجي في وقت وتقعد تقول يا انا جامد جدا انا جامد جدا. انت لو ما تيجي تقول لنفسك كده هتلاقي نفسك وقعت، هتلاقي نفسك قعدت وفخدت. الفيديو ده مش تحفيزي ولا والله العظيم ولا اي حاجه، بس انا كنت عايز اقول لكم يعني قد ايه انا كنت شخص حالتي كارب جدا، اتأثرت جدا بالسوشيال ميديا واتأثرت جدا بالفلوجينج، وزائد ان انا كنت بعمل كل حاجه في نفس الوقت، وكنت متوقع ان انا ابقى شخص ناجح في يوم وليله. فاللي انا عايز اقوله يعني لو انا كنت كملت بالطريقه دي، كنت كملت بالعادات دي اللي هي ما كانتش هتكمل خالص، وكانت بتحسسني ان انا قد ايه ان انا فاشل. انا ما كنتش فاهم علشان كنت ساعتها صغير، والموضوع كان عباره عن ايه، انت بتشبط زي ما انت بتروح محل اللعب وبتشبط في اي لعب. فزي ما انا شبطت في حاجه زي كده، ما كنتش فاهم اصل البرودكتيفيتي ده جاي منين. برودكتيفيتي وعايز تنظم وقتك والتايم مانجمنت وتعمل تو دو ليست وتعمل لك 8000 تاسك
مش عارف ايه. الكلام ده كله لمين؟ مش لواحد عنده 13 سنه ولا 14 سنه. الكلام ده مش انك تعمله وهتبقى ناجح. يعني الموضوع هيتطلب منك انك يبقى عندك سكيلز، الموضوع هيتطلب منك ان انت عندك حاجه عارفها بتعرف تمارسها، عندك حاجه بتحبها ممكن تشتغل بيها وممكن تبقى ايفينشولي ناجح فيها عشان انت بتحبها. انا لما كنت عندي 15 16 سنه في الحوار ده وماشي في حوار برودكتيفيتي والتو دو ليستس والكلام ده كله، وفي الاخر لما ما كنتش بعمل حاجه من الحاجات دي كنت ببقى زعلان. انا كنت في الاول في الاخر كنت ببقى زعلان علشان انا ما كانش عندي اللي يخليني اعمل كتير، ما كانش في حاجه تدي مع حاجه. انا فكنت دايما بقعد اقول ايه يا عم هتبقى سكسسفول وسكسسفول وجامد وناجح ومش عارف ايه. طب سكسسفول ايه؟ لما سكسسفول لما اقعد اجري واروح الجيم. طيب عايز تاخدها بمبدا ان انت عايز تخس، عايز تاخدها بمبدا ان انت تبتدي تبني جسم كويس ويبقى هدف ليك وحاجه انت فعلا عايز تعملها، خلاص انت اكيد هتمشي فيه كويس. بالنسبه لحوار القراءه، لا انا عايز ابتدي القراءه والجيم وكل حاجه مع بعض. طب ليه عايز تبتدي قراءه؟ حاجه ما دققتش فيها. ليه عايز تبتدي قراءه؟ عشان ابقى اثقف نفسي طبعا، عشان ابقى سكسسفول. ايوه انت عايز فعلا تثقف نفسك ولا عشان عايز تحشر 8000 حاجه في يومك علشان تحس ان انت لما حشرت 8000 حاجه في يومك انت بقيت كويس؟ change takes time، ده اللي انا عرفته واللي انا شفته في الحياه. change takes time. انا لما احاول اخس مثلا الموضوع محتاج وقت. انا مش من اول اسبوع ماشي، مش من اول اسبوع جيم وجري والكلام ده كله اخس. ممكن تلاقي حاجات بسيطه جدا اتغيرت فيك، لكن على المدى البعيد على تايم، محتاج تايم، فهتخس هتلاقي نفسك في تشينج. لما ابتديت افهم ان الكلام ده مش مهم، الكلام ده يهمني في وقت تاني. انا اصلا اوريدي عندي المهم في الجامعه، وعندي ان انا عايز اصور فيديوهات ده كاهتماماتي، وعندي ان انا عايز مثلا اروح الجيم ده حاجه من اهتماماتي، وبعمل الكلام ده علشان حاجه معينه، وبعمل الفلوجات دي عشان حاجه معينه، وبعمل الجيم ده علشان حاجه معينه. في كل حاجه وراها هدف وراها بيربس. لكن ما ينفعش اعمل كل حاجه علشان انا عايز اعملها علشان انا شايف ان في واحد بيعملها. مش هعرف الاقي نفسي بكمل فيها كويس، مش هعرف اكمل فيها اصلا عشان هي ما فيهاش بيربس وراها. لكن مش شعورك موتيفيشن مثلا او الهام جات لك فتخليك عايز تحقق حاجه. زي مثلا انا مثلا بروح الجيم علشان عايز ابني عضلات، بالنسبه لي ده it means something for me. دي حاجه في حاجه في الهدف دي اللي هي حاجه، يعني هي حاجه تبعي، حاجه بيرسونال ليا. انا مثلا بعمل فيديوز مثلا علشان سي مثلا فور اكزامبل عايز ابقى احسن يوتيوبر في الوطن العربي مثلا. لكن لما ابقى عايز اكون مثلا شخص تاني، الكلام ده مش هينفع ومش هيخليني اكمل. عادات اللي انت بتحاول تحطها في يومك عشان تبقى سكسسفول، زي الجري، زي القراءة، زي المشي، زي الكتابة، زي الحاجات دي كلها، كل حاجة من دول بتاخد وقت ان هي تتحط في يومك وتركز وتبقى جزء من يومك. اهتم بنفسك وشوف انت عايز تبقى جامد وازاي وفين، دي اهم حاجة. ومتجريش ورا حاجة انت مش هتعرف اخرها فين. إيه انا يا عم هبتدي اقرا، هبتدي افشخ نفسي وانفخ في نفسي وهصحى الصبح بدري قوي وانام بطريقة كده غريبة وقراءة وكتابة ومذاكره وفيديوهات ومش عارف ايه وكل ده. طب انت ايه؟ انت بتعمل كده عشان هدف معين؟ لا انا عشان عايز ابقى زيه. لما تبقى زيه هتبقى ايه؟ هتبقى يا لا على فرحتي بقيت زيه يا لهوي. فبس انا بقى ايه، عشت في معاناه مع البطاريه والفيديو كل شويه يفصل. هنعمل زوم اوت بقى كده. الفيديو كل شويه يعني يقول لي كاميرا ستوبت ريكوردينج علشان المود. يعني خلاص بقى الحاجات دي بقى ليها ايه، عندها شخصيه. الكاميرا بقى ليها شخصيه. كان في تناكه في المايك، وفي بقى ده الاستاذ ده بيتنك عليا مش عارف ليه. لكن غير كده والله يعني هو ده الفيديو. معلش طولت عليكم، انا اسف. عايزكم تكتبوا لي في الكومنتات اخبار الصوت ايه علشان دي حاجه تهمني، وهنحاول نهتم ان شاء الله باللايتنج علشان فعلا بجد بس انا والله العظيم صوتي اتنفخ. سبحان الله بقى. انا هنام بقى علشان بسجل بقى لي 4 ساعات حرفيا. وبس كده، شكرا.